Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. We are going to catch inshallah Today is Thursday, February 13th. Through COVID-19. رجال دين على خط كورونا. مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وما نجم عنه من مخاوف غير مسبوقة، دخلت الديانات السماوية وغيرها على الخط بتقديم إرشادات لمعتنقيها حول كيفية الاستجابة للفيروس والتصدي له. مرجعيات ومؤسسات دينية عدة ورجال دين كثر دعوا إلى الالتزام بتعليمات الحجر والتباعد لوقف انتشار كورونا، خاصة إغلاق المساجد والكنائس والمعابد ومنع الصلوات الجماعية والتجمعات الدينية. لكن رجال دين آخرين جربوا سلطتهم الدينية على أتباعهم بدعوتهم للتمرد على فيروس كورونا ومجابهته بطقوس دينية تارة وبوصفات طبية وعشبية غريبة طورا. وبحسب المشايخ من هؤلاء فكورونا لا يصيب المسلمين، والقساوسة منهم ذهبوا إلى أنه لا يصيب المسيحيين. أما الحاخامات بينهم أقسموا أنه لا يصيب اليهود. هذا الحاخام يرى بكورونا مخلوقا ذكيا يحب اليهود ويعرف طريقه ليقتل باقي الأديان. Corona is for the non-Jews, it's not for Am Yisrael, it's not for the Jews. עם ישראל צריכים רק להתחזק, להתקרב לאמונה ולתשובה. هنا الشيخ الأزهري يغير تعليمات الحجر فيأذن للمعافى بالخروج والاحتكاك وبصلاة الجماعة. والذي يمكث في بيته ولا يخرج هو المريض، أما غير المريض فله أن يخرج ويؤدي مصالحه لا بأس، حتى صلاة الجمعة يأتيها السليم. أما هذا الإمام في صعيد مصر فمتأكد أنه مستحيل أن يصاب مسلم مؤمن بكورونا. ب15 مستحيل ان يجيه الكورونا لانه مسلم وموحد بالله لا اله الا الله. رجل الدين هذا لجأ لاستجواب الجن والتحقيق معه حول كورونا. We are going to catch inshallah for coronavirus. يعني إن الله على كل شيء قدير. Hi. So what's happening in China with this coronavirus? كما أن شكر كورونا بات واجبا لدى هذا الشيخ. كورونا كورونا لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيروس كورونا الذكي بات من الغباء أنه رفض الولاية وفقا لهذا المعمم الشيعي. فيروس كورونا كائن حي فتاك، عرضت عليه الولاية فأبى وأنكر فأصبح ناصبيا خبيثا يؤذي المجتمعات. هذا المعمم يعتقد أن إغلاق المقامات استهداف للدين لأن جدرانها هي عقار كورونا. أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام سادين قسم منا حتى يعقنا من ميكروب الكورونا. هو اللي مصاب بالكورونا يجي يتمسح بالحرم ويطيب. فكانت هذه هي النتيجة، لعق الجدران والهياكل لأخذ مناعة ضد الفيروس. الداعية المسيحي كينث كوبلاند استطاع أن يقبض على كورونا شخصيا ويدمره. You will destroy through COVID-19. No more! No more! No more! No more! Is finished. Finished. It is over. And the United States of America is healed and well again. ربما المفاجأة هنا أن أسقف أسيوط هذا حاصل على بكالوريوس طب وجراحة. إذا صلينا من كل قلبنا كورونا مش هتقرب مننا. وصفات الإعجاز. رغم أن كورونا لا يصيب المؤمنين بدين ما، لكن رجال دين تفننوا بتفسير أسبابه والتبشير بنتائجه وتقديم وصفات للعلاج من الفيروس. عباس تبريزان إمبراطور الطب الإسلامي في إيران
نشر وصفة علاجية دعا جميع المصابين بالفيروس لتجربتها، وهي ببساطة وضع كرة قطنية مدهونة بزيت البنفسج على فتحة الشرج. المرجع الديني العراقي قاسم الطائي أكد أن الدواء من كورونا الاستمرار بزيارة الأماكن الدينية وإقامة صلوات الجماعة والجمعة. أما الكاهن المسيحي اللبناني مجدي علاوي استأجر طائرة خاصة وحلق بها فوق لبنان لمباركته وحمايته من تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور القديس شرب لامرأة طالبا منها تغليف تراب دير مارمارون ونقله للمشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا. المذيع والداعية المصري أسامة حجازي أكد أن النقاب والوضوء يشكلان علاجا فعالا لفيروس كورونا. أما إمام الجامع الأموي في سوريا توفيق البوطي رأى أن حبة البركة هي دواء كورونا. وفي موريتانيا ذهب الشيخ يحظي ولداهي أن كورونا تعالج بالرقية الشرعية عند أحباب الرسول ولا داعي للقلق. وفي إسرائيل وزع أحد الحاخامات مشروب بيرة كورونا على المؤمنين طالبا منهم كساءه والدعاء إلى الله أن يحد من انتشار الوباء. أما في نيودلهي أقامت جموع من الناشطين الهندوس حفلا لشرب بول البقر لوقاية أنفسهم من وباء كورونا الذي ضرب العالم. وأنت هل سمعت بوصفات أكثر غرابة لعلاج كورونا المستعصي على مخابر العلماء؟